بتفرج على مسلسل اللعبة الجزء الرابع دوري الأبطال اللي بقاله فترة طويلة بجد يعني بيتعرض. أنا كنت بحب أتفرج على المسلسل ده جدا وبجد متضايق إنه خلص يعني، فهنتكلم في كل ده في الحلقة طبعا. بس قبل ما أخش وقبل ما نعرف وقبل أي حاجة لازم تعملوا لايك وشير سبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج او فيسبوك بيج او فولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رأيي في مسلسل اللعبة دوري الأبطال. نبتدي دلوقتي بقصة المسلسل. هو قصة ما فيهاش جديد يعني، القصة المفروض ان احنا بننطلق من حتة ان اللعبة جت تاني، فهيبتدي دوري جديد وهيبتدي قصدي ليفل جديد وهنشوف الموضوع ماشي ازاي والكلام ده كله. دي القصة بريف كده باختصار يعني. السؤال الاهم اللي ممكن ناس كتير تسأله دلوقتي، هل الجزء الرابع احلى من التالت والتاني والاول؟ ممكن اقول لك هو احلى من التالت بكتير، ممكن يتساوى مع التاني والاول بس يبقى اقل منهم سنة. بس ارجع اقول ناس كتيرة ممكن تقول لك انا اللعبة لما اكتشفت من اللعبة في الاخر ما عجبنيش، ما كانش حلو الكلام ده كله. انا عموما انا ما عنديش مشكلة، لان مسلسل اللعبة من ساعة الجزء الاول وانا بطلت اللي هو ايه، طب ماشي يعني من اللعبة مش فارقة معايا، انا فارق معايا الالعاب اللي كانت في المسلسل كانت حلوة، لعبة الافلام، لعبة الاسانسيرات اللي كانوا بيطلعوا بيها دي، لعبة يعني في كذا لعبة كانت حلوة يعني، وكل الالعاب اصلا كانوا حلوين، الافكار جديدة ومختلفة وحلوة. السؤال الاهم، هل مسلسل اللعبة، سؤال الناس كتيرة ممكن تطرحه دلوقتي، هل مسلسل اللعبة ناس ممكن توصل يعني في الجزء الرابع لحد تقول خلاص كفاية؟ ما اظنش ان الموضوع ده موجود في مسلسل اللعبة. انا في العموم يعني مسلسل اللعبة انا يعني تابعته من اول جزء لحد اخر جزء وبحب الاجزاء دي كلها، وفكرة ان المسلسل ده يتقارن بمسلسل الكبير دي في حد ذاتها حاجة كبيرة بالنسبة للمسلسل. انا شايف كده يعني. مسلسل الكبير بالنسبة لي زي ما قلت كذا مرة وارجع اقول تاني، احسن مسلسل كوميدي مصري شوفته، اكتر مسلسل كوميدي بحبه، وجهة نظر الشخصية طبعا يعني. لكن اللعبة زي ما قلت ممتع، كل الممثلين في الفورمة كلهم عاملين تمثيل حلو، يمكن باستثناء احمد فتحي يعني، معلش احمد فتحي انا بحبه جدا ودمه خفيف وبيضحكني في افلام كتيره ومسلسلات كتيره، بس مشكلته معايا ان الكاركتر بتاعته مش حلوه، الكاركتر بتاعته بافورته شويه، بحس ان دمها مش خفيف يعني. في الجزء الاول تمام، التاني اوكي، التالت كان دمه مش خفيف خالص، الرابع مقبول. بس لو فضل، لو عشان طبعا لو ما تعرفش يعني ده مسلسل اللعبة يعني اكيد في جزء خامس، وكان متمهد لكده لو انت اتفرجت على المسلسل ان في جزء خامس، فاتمنى لما يعملوا الجزء الخامس احمد فتحي غير شويه من طريقه الكاركتر اللي هو بيعملها. هو الكاركتر بتاعته اللي هو غبي ومش يعني مش ذكي، وشخص يعني عنده اللي هو ايه، فاكر نفسه ان هو بيفهم ومش عارف ايه، وهو في البلالة خالص. ماشي اعملها بس، واعملها بطريقه كوميديه بس مش بالشكل الكرتوني ده اللي يخليني ابقى قاعد بتفرج مش بضحك على اي حاجه بيقولها. مسلسل اللعبه بيضحك جدا، مسلسل اللعبه ممتع جدا، مسلسل اللعبه بالنسبه لي احسن مسلسل عمله مخرج معتز التوني من ساعه ما بدا لحد النهارده يعني. هو عمل مسلسلات كتير على فكره يعني، عمل هربانه منها بتاع ياسمين عبد العزيز كان مسلسل حلو، عمل لهفه عمر ودبده كان مسلسل سيء، وعمل مسلسل بتاع اللعبه الاربع اجزاء كلهم، فتمام مسلسل حلو انا مستمتع بيه يعني، عجبني جدا وهرجع اتفرج عليه تاني. وبالمناسبه انا كل الاجزاء باستثناء التالت عشان ما لحقتش يعني كنت بعيد فرجه على الحلقات بتاعتها. فعموما انا المسلسل عجبني، استمتعت بيه جدا، وتقييمي ليه هو 8/10. مسلسل ممتع جميل جدا. لو انت يعني ما اتفرجتش على المسلسل فعلى ما اظن انت لو دخلت على اي جزء في المسلسل مش هتواجه اي مشكله يعني، فاتفرج على اي جزء ومش يعني هتفهم المسلسل عادي يعني، عادي جدا يعني. بس اهم حاجه طبعا اعرف ايه رايكم في الموضوع ده في المسلسل، لو انتوا اتفرجتوا عليه قولوا لي ايه رايكم في المسلسل، تقييمكم كام من 10 للمسلسل. وفي الاخر لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج او فيسبوك بيج او فولو على تيك توك. باي باي.